دي هي اشهر عربيه 4 باي 4 في العالم، بس النسخه اللي معانا انت اكيد ما شفتهاش قبل كده. جيب جراند تشيروكي. المواصفه اللي معانا هي المواصفه الامريكيه، والنسخه هي نسخه الصمت. بتيجي بالموتور 3600 سي سي التوين تربو البي 6 اللي بيطلع 293 حصان و348 تورك مع فتيس زد اف 8 نقلات. العربيه دفع رباعي، والنسخه اللي معانا دي فيها اير سسبنشن بتخلي العربيه تطلع وتنزل مسافات كبيره جدا. كراسي كهرباء فيها تسخين وتبريد، والاول مره الجيب يبقى فيها مساج. كل الحته دي خشب و19 سماعه من ماكنتوش. دريكسيون جلد في خشب. وعد معايا بقى ديجيتال ديسبلاي، هيدز اب ديسبلاي، شاشتها وايرلس كار بلاي واندرويد اوتو، شاشه كمان للي قاعد جنبك، الكاميرا هنا وكاميرات 360 هنا. بس بقى الاهم من ده كله الفام كام، عشان لو معاك مثلا واحد صاحبك وصاحبتك سايبينك تسوق وقاعدين ورا بيلعبوا مصارعه رومانيه تقفشهم، او صاحبك وصاحبك والله الدنيا بقاش فيها امان. امبيانت لايتس، وايرلس شارجر، عندك 4 مودز مختلفين، صخر ورمل وتلج وسبورت. الفتيس هنا، وبتتحكم في سسبنشن العربيه من هنا. والعربيه فيها نايت فيجن عشان ما تقوليش بقى استجماتيزم ولا بتاع، لو عملت حادثه فالمشكله عندك. والدلع مستمر ورا، عندك برضه خشب. الكرسيون دول فيهم تسخين وتبريد، بس مفيش مساج بقى ما تطمعش. تكييف 4 زون، فكل واحد قاعد ورا عنده تحكم منفصل في التكييف. ده غير فتحات تايب سي ويو اس بي ومكان شحن لللابتوب. ودي النسخه الست كراسي البيزنس، فعندك ورا درج وكاب هولدرز ومساحات تخزين. والاول مره بقى قاعد في صف ثالث في عربيه واحس ان انا بني ادم عادي وقاعد ومستريح. ده غير ان عندك فتحات تايب سي ويو اس بي وفتحات تكييف. والشنطه طبعا كهرباء، وحتى وانت مطلع الست كراسي عندك مساحات كويسه جدا تكفي اكتر من شنطه. ولو نزلنا بقى الست كراسي تبقى مساحه الشنطه 1328 لتر. ولو نزلنا بقى الكنبه اللي ورا هتبقى مساحه الشنطه 2400 لتر. يعني لو كانت شقه في التجمع كانت هتبقى ب 50 مليون واستلامها كمان 43 سنه مثلا. فول ال اي دي والسبع شبكات بيمثلوا السبع قارات، والكاميرات اللي هنا واللي هنا والرادارات اللي هنا بيخلوا فيها ادابتيف كروز كنترول ولينك كيب اسيست وكل انظمه الاداس. جنط عملاق مقاس 21 فمية عسلي. مرايات من بيانو بلاك شكلها حلو قوي، فيها بلايند سبوت. وعندك العتب كهرباء. الجيب جراند تشيروكي طول عربيه جميله وللصحراء وبتاع، بس كان ناقصها شويه دلع، والقبطان جابها لك بكل الدلع اللي في الدنيا. ومن غير ما اطول عليك قول طول يا ابو الصفاصيف، فالعربيه دي بالوان ثانيه كتير موجوده عند القبطان. اللي ما بقاش بتاع كوري بس، القبطان بقى بتاع كله.